عمر اوكي. بنت بعمر 17 خطيت للحب اول خطوه ما لا عارفه شو طريقه مجرد غيره من الصحبه رفقة تعلم وتصرف من خيله ترجمت انفضت اتهشي حبيت شاب واقف عالسردة اهله منه عم بتعصب معروفين بيباس الراس مو خوف من الله بس بيخافوا حكي الناس الاخرى مو مهم المهم بنت ما تعنس بس كانت اذكى من اهلها عرفت تفكيره للنجس تطلع ايمت ما بدها رقابه اهلها ما عاد نفعت كانت تترك خط احمر بس شكلها احمرت كوش دمعه طول الوقت خرب الدنيا خلى العلاقة تتطور تتحول لثقة عمياء قال بحبك وصدقيني ما في بنت بحبي غيرك موجودة ساعديني مشاعري بصدري مكبوتة سألته كيف بقدر ساعدها ورفرفت الغرة خليني اخدك ع محل واخد منك غمرة طلعت على بيته طبعت على خدوده الحمرة قالت له هيك بكفي اكتر ما بقدر ساعد من زد غضب حلت بعيونه رح خليك عبرة طالعة على بيتي وبدك شرفت منك ما اخد زاوية مسدودة دقايق معدودة تحت الضرب حولها لمدام مسدودة برا بيته مثل كلبة القصة مصيرية كان خيار الوحيد عليه تشتكي ترفع قضية اجت الشرطة وقبت عليه ردا على شكواها ماله حاسب انه يختص باله تنام برضاها القاضي خيارها اما تتجوز بشكل عابر او ينحبس بتهمة مؤبدة اعتداء على قاصر ردة فعلها كانت غضب رفضت على غسل خصوصا لما عرفت انه ارمل وعنده طفلة بعد بسنة مات بسكتة قلب ما طلع لبرا تزوجها ابن عمها شاب كويس بيخاف الله زوجها امنيته بهالدنيا يربي بنت عنده مشاكل حاول ما ترك طريقة فشلت كل الوسائل سأل مرته شو رأيك نتمنى بنت تربى بحضني رديت عليه انا موافقة بفزع لك ابن عمي روح عمل جاء اليتامى بهديك الحارة تحت طفلة عمرها 6 سنين شفتها حلوة لبعتها كل ما بشوفها حسها انها مني غريبة ملامح الوش البنت عنيها ابدا مو غريبة مضي من العمر كتير والبنت صارت صبية كانت الاولى على المدرسة كانت ذكية تتردد على الميتم حتى تحاول تعرف اهلها كانت تدور لتعرف شو قصة الماضي اللي مخبى مرة كل العيلة كلها عندها سهرة ذكرى عائلية فاضت علي يا كاس الخمرة بنت ما كانت تشرب بس خلت كل الجو منضرب ما تركتن الا والكل دودخ من الشرب سحبت الاخ الكبير وبعدها صاحت لابوها صاحت الكل بس الصغير واما ما عبروها ما عم تلم الغرام والصغير عم ياكل بسكوت فجأة صريخ الاب بيطلع بقوة بعدها بيسكت ركضت الام بسرعة على الغرفة من دهشة لقيت الباب مقفول فكسرت القفل بلافة شافت الكل مذبوحين والسكينة بكل سفالة وجسم البنت بايدها سكين وبالتانية رسالة مكتوب فيها انا بنت اللي مات بسببك وهلا رجعت اخذ الدار سرقت لك اغلى ناسك هد زوجك الوقع بناني لينام معي وهلا اجى دوري اخذ الدار ابي عمر اوكي قصة واقعية